جدل كبير جدا 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 على ان المصري له ضربة جزاء قدام النادي الاهلي في المباراة الاخيرة في الدوري. ما طلعتش اتكلمت بدري وسبت الناس كلها تتكلم وسبت الناس كلها تقول وتحكي، وللاسف خليني اقول لكم انها ضربة جزاء صحيحة للمصري. ايه ده؟ يعني المصري اتظلم؟ يعني النادي الاهلي بيكسب بالحكام؟ يعني وروايات كتيرة جدا جدا. اقول لك لا، استنى عندك. في شد من الاول من مهاجم المصري لمدافع النادي الاهلي قبل ما الكوره توصل لايد الشناوي وتقع من الشناوي، وبعدها يحصل الاحتكاك مع لاعب المصري. يعني اساسا الكوره من قبل ما توصل للشناوي ومن قبل ما توصل لايد الشناوي هي فاول على مهاجم المصري لمدافع النادي الاهلي. اذا ده يلغي وجود ضربه الجزاء اللي انا معاك شايفها انها صحيحه، والشناوي حاضن مهاجم المصري وضربه جزاء واضحه جدا جدا، انا معاك في كل ده. ولكن وجود فاول او ضربه حره بتلغي تماما وجود ضربه الجزاء على النادي الاهلي، زي ما هو واضح قدامكم في زق من الاول من مهاجم المصري لمدافع النادي الاهلي، بعدها الكوره بتوصل لايد الشناوي وبتقع منه، بعدها بيحصل الاحتكاك ما بينه وما بين نفس اللاعب من النادي المصري. اذا ضربه جزاء صحيحه موجوده النادي المصري، موجوده، ولكن تلغى ولا تحتسب بسبب الزق اللي كان قبل منها. هنا الغلط على مين واللوم على مين؟ الغلط واللوم على الحكام، على حكم الساحه او حكم الفار اللي ما نبهش حكم الساحه ان هو يروح يشوفها في الفار او ان هم يعيدوها، وهنا الحكم يرجع ويفهم اللعيبه ان في احتكاك قبل ضربه الجزاء، فضربه الجزاء تلغى لهذا السبب. لو كانت اتعادت من الاول والفار عمل سبوت عليها واهو في فاول اهو يعني الفار بيعيد اهو في فاول وبعدين ضربه الجزاء، فلو عاد ضربه الجزاء وبعدين الفاول خلاص كده اتعرف السبب هي ليه ما اتحسبتش. ولكن ده ما حصلش في المباراه وخلى الناس كلها تطلع تتكلم. ممكن انا واحد منهم قبل ما اشوف اللعبه بعد المباراه كنت بقول عليها ضربه جزاء، اهلاوي بس كنت بقول ضربه جزاء. طب ما طلعت وشفتها بعد المباراه بالشكل ده، لا مفيش ضربه جزاء. الضربه الحره او الفاول ده يلغي تماما وجود ضربه الجزاء. نيجي نروح لفيديو تاني من مباراه برضو الزمالك والمصري الاخيره ونشوف ان نادي المصري لضربه جزاء صحيحه قدام نادي الزمالك في كونفدراليه، بعيد عن التحكيم المصري، بعيدا عن كل ده. هنا ما شفتش ناس طالعه تتكلم زي ما بتتكلم دلوقتي. انا عارف ان انت بتتصيد للمنافس بتاعك والكلام ده كله، انا عارفه، ولكن دي صحيحه. هل انت تقدر تطلع تقول ان ضربه الجزاء دي صحيحه لنادي المصري في مباراه انتهت بهدف مقابل لا شيء؟ هل انت تقدر تطلع تقول ان دي ضربه جزاء صحيحه، ولا برضو هتلاقي لها مبررات وهتلاقي لها حكايات او هتعمل نفسك مش واخد بالك منها؟ فانا كنت حابب اطلع واقول الكلمتين دول، ان مفيش ضربه جزاء لنادي المصري، قرار سليم مليون في الميه من حكم المباراه، ولكني بلوم عليه وبلوم على الفار انهم ما رجعوش ليها في وقتها وبينوا وابرزوا سبب عدم احتساب الكره دي ضربه جزاء. ده لومي عليهم، ولكن شابوا ليهم انهم ما يحسبوش الكره دي ضربه جزاء. طبعا يعني خليني اقول لك ان في حكام كتير قالوا عليها اصلا حتى لو ما فيهاش زق فهي مش ضربه جزاء، ولكن انا بقول لك انا وجهه نظري هي ضربه جزاء ان لم يكن هناك خطأ قبل ضربه الجزاء. فاعتقد كده خلاص بقت الدنيا واضحه، بقت الدنيا تمام. ضربه جزاء غير موجوده النادي المصري، وللاسف هدمنا حاجات الناس بقالها كام يوم بتروج ليها ملهاش وجود. سلام.